سلام حبوباتي، كنتمنى تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا غير قولوا لي كيفاش دايرين مع هذا البرد هذا. صراحه هذا البرد هذا دابا عاد دخل ديال بصح يا البنات. ولكن واخا هكاك ما خاصناش نعكزو، ما خاصناش نتكاسلو. داكشي باش جيتكم اليوم بهذا الروتين هذا اللي غادي يحفزكم شي شويه وغادي يعطيكم واحد الطاقه ايجابيه شويه باش تنوضوا نتوما وتحمسوا. اللي مازال ما دارت يعني التنظيف ديالها تنوض وديروا. مهم هذا الفيديو كيف ما قلت لكم روتين ديال التنظيف يومي او لا. كاينين شي حوايج يعني اللي ما كنديرهمش يعني كل نهار فيه، ولكن 3 ايام بحال هكا هاد الروتين ديما كيكون عندي ضروري وضروري. راكم عارفين سورتو الدار اللي كيكونوا فيها الوليدات الصغار فكتكرفص كتوسخ، وضروري من هاد التنظيف هذا سينو غادي ترجع الدار مقربله مقربله. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشاركوا وتخليوا لي لايك ديالكم باش هكا تشجعوني ان شاء الله نزيدكم المزيد والمزيد والمزيد من العطاء. المهم انايا كيف ما كتشوفوا هاد الروينه هذه غا قولوا لي واش نتوما ولادكم كيديروا بحال هكايا. صراحه راه تقربي فين ما كدوري كتلقاي هاد الشيء هذا. ولكن عاد لقيت لهم الحل يعني مؤخرا. خديت هاد اللعيب هادي اللي كتبان لكم دابا. خديتها من ايكيا صراحه كبار وكيجمعوا مزيان اللعاب بزاف. سيرتو هكا الا كانوا عندكم اللعاب البنات ديال ولادكم بزاف فهادو كيجمعوا مزيان صراحه. عجباتني ومازال ان شاء الله غادي نزيد ناخذ منها يعني وحده اخرى. هذه دابا دايرها غير في الغرفه ديال الجلوس لحقاش مره كتبغي تلعب تما. وداكشي باش يعني خليتها يعني غير هكا حداها فاش كتبغي تلعب كتجبدها. وفيها حتى الغلاقه ديالها يعني الا بغيتو تسدوها كتسدوها. وهنايا كيجي الدور ديال الغرفه ديال الجلوس. هنايا بغيت نشارك معكم كذلك البنات واحد الحيله او واحد الفكره اللي ممكن انكم ديروها يعني في لي كانابي ديالكم او لا لي فوتوي ديالكم باش ما يتوسخوش لكم، سيرتو الا كان اللون ديالهم فاتح بحال اللي عندي انا. فهنايا كتاخذوا غير دوك كتاخذوا غير داك الكويشات اللي كيكونوا هكايا راه كيتباعوا رخاص. انا خديتهم واقيلا ب2 اورو الوحده، يمكن 2 اورو الوحده. المهم كديروها على حسب اللون اللي عندكم يعني في الغرفه ديال الجلوس ديالكم. وصافي هكايا فاش كيتوسخوا كتحيدوهم وكتعاودوا تصبنوهم وكتعاودوا تردوهم احسن يعني ما كيتكرفس لكم الكنابي ديالكم. وهنا كذلك بالنسبه للجنب يعني ديال الفوتوي ديجا كنت شاركت معكم يعني بحال هكا الا كان عندكم الفوتوي ديالكم سواء بحالي هكا في الجناب او لا كله ديال الجلد. فديجا كنت شاركت معكم الطريقه اللي تبقاو ديروا باش تنظفوا بها الجلد ديال الفوتوي ديالكم. هو تشدوا اي كريم يعني ديال الجسم قديم عندكم وتستعملوا يعني تدوزوا به يعني بشي طورشون او منديل ديال المطبخ ودوزو مزيان مزيان فكيخليه واحد اللمعه وفي نفس الوقت كينظفوا. هنايا من بعد دز مباشره لهاد لي زيتاجير هادو اللي كيبانوا لكم عندي مباشره هادو فوق التلفازه فكندوز عليهم حتى هما. راكم عارفين الغبره شنو نقول لكم البنات كتعيي ما تمسحي وكتعيي ما ديري الغبره ما كتساليش صراحه. ما كنقول العجب صراحه كتعيي ما تنظفي وهكا كدوري يعني بحال هكايا 3 ايام ولا هكا كتلقاي ان الغبره رجعات كيف ما الاول. المهم هنايا ديجا كنت شاركت معكم هذا باش كنظف هذا ديال الزاج، ولكن كنستعملوا حتى لهذا النوع هذا ديال الخشب اللي كيكون كيلمع شي شويه فكيصلح ليه حتى هو. وكنستعملوا حتى الطبله ديال التلفازه كيف ما غادي تشوفوا معايا.
وهنا من بعد كيجي الدور ديال لاسبيراتور. من بعد ما كندوز الزربيه كندوز حتى الارض البنات. هذه واحد الحيله اللي غادي نعطيها لكم، حتى هي صراحه كتسهل عليك، يعني فاش كتبغي تجفي من مور يعني ما دوزي لاسبيراتور، كتكون يعني جمعات كاع دوك الوسخ وجمعات كلشي، يعني دغيا كتجيك تجفيفه سهله، يعني ما غاديش تطولي فيها عكس الا خليتي دوك الوسخ بحال هكاياك عاد كدوزي جفاف فكتصعب عليك شويه القضيه. انا هذه دائما هذه هي الطريقه ديالي الا بغيت يعني نجفف الدار كلها، فهذه هي الطريقه اللي كندير، كندوز لاسبيراتور على الارض كيف ما كيبان لكم، ومن بعد كنعاود نجفف كيف ما غيبان لكم. من بعد كندوز حتى الزربيه. بالنسبه للزربيه البنات فراني ديجا كنت شاركت معكم الروتين ديال التنظيف ديالها مره في الشهر، كندير ليها البيكربونات الصودا والملحه، والا كانت شي طبيعه غادي نعاود نشرح لكم بالضبط باش يفهموا البنات، لحقاش كانوا جاوني تعاليق بزاف 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 في داك الفيديو، وماشي غير تعاليق، يعني كانوا انتقادات بزاف وتعاليق اللي كانوا سلبيه بزاف. المهم انا غادي نعاود نشرح لكم. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي ذكرتي الخل ولكن ما استعملتيش في التنظيف اللي كنت درت في الزربيه البنات، رشيت البيكربونات الصودا ورشيت الملحه، يعني كترشوا على الزربيه ديالكم وكتخليوها. ذكرت الخل الا كانت شي طبعه في الزربيه كديروها في شي طورشون او لا منديل ديال المطبخ وكتحكوا ديك الطبعه، يعني من فوق داك الملحه وداك البيكربونات الصودا وكتحيد. ولكن مع الاسف بزاف د البنات ما سمعوش يعني الكلام ديالي وكيقولوا لي فينا هو الخل. فهذا هو التنظيف يعني اللي كنت شاركت معكم ديال الزربيه. صافي يعني التنظيف لي بسيط وكيخليها صراحه تتنقى وكيتحيد منها كاع داك الوسخ ودوك الروائح كلهم كيتحيدوا منها. كنديرو كيف ما قلت لكم مره في الشهر. الا ما كنتوش شفتوا هذاك الفيديو غادي نخليه لكم دابا لتحت في صندوق الوصف، وغادي يطلع لكم هنا حتى في الاعلى ديال الفيديو حتى تمشيو تشوفوه. وهنا البنات بالنسبه لهاد لاناب او لا هاد البلاستيكه هذه ديال الطبله، هو صراحه تيبان بحال لاناب ولكن راه بلاستيكه البنات. بعض المرات يعني فاش كنكونوا كناكلوا هكايا كيطبع بالماكله وكيكون صعيب انه يتحيد، يعني باش بالمسيح يعني عادي. فهنايا غادي نشارك معكم واحد الطريقه، وبالاخص راكم عارفين البيض كيطبع دغيا. كنرش عليه يعني جافيل يعني العادي اللي كنستعملو، كنرش عليه وكندوز مزيان يعني بهاد المنديل هذا. كنخليه واحد 5 دقائق، من بعد كنعاود نشل داك المنديل وكنعاود نمسح يعني حتى كيتحيد جافيل وكيتحيدوا هكا طبايع. هذه واحد لاسيوس اللي ممكن ديروها الا كان عندكم بحال هذا النوع هذا البيض اللي كيشد فيه دوك الطبيعات كيشدوا فيه، فكيتحيد لكم 100%. صافي من بعد كنرد هادو اللي كنحطوا عليهم الطباصل وكنرد كلشي بلاصتو. ومن بعد كتجي اخر حاجه اللي هي الحمام كذلك كنرش عليه جافيل، وكنستعمل كذلك الجل يعني اللي كنغسلوا به الماعن. صافي هو باش كنحك بهذا الشيته هذه كتبان لكم صراحه زوينه بزاف. هذه عندي منها جوج، وحده مخليها المطبخ والاخرى مخليها هنايا الحمام، يعني كنظف بها الحمام. هذه كتجيني عمليه بالاخص دوك الجناب يعني ديال الروبيني، يعني كيكون صعيب انك تحكيهم بشي وحده كبيره، هذه كتجي ساهله انك تحكي بها. وهانتوما كتشوفوا دغيا صافي دغيا كيخرج يعني بجافيل. وهذا كنت شاركت معكم كذلك في الروتين ديال التنظيف. تقدروا تستغناو اللي ما كيبغي جافيل تقدروا تستغناو عليه وديروا البيكربونات والخل و الماء وكذلك الغسول ديال الماعن، تخلطوهم وتستعملوه كمنظف متعدد الاستعمالات. من بعد هنايا كنبدل الفوط، اكيد حاجه اللي ضروري خاصها الدار. هنايا كذلك غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي كنطوي بها انا الفوطات، سواء يعني الفوطات هكايا ديال اليدين او الفوطات ديال او الفوطات يعني اللي كندوشو بهم عوض يعني ما كطويهم عادي. فغادي نوريكم كيفاش انا كندير ليهم. كنلفهم كيف ما غادي يبان لكم، كنطويهم على 3 هي الاولى، ومن بعد كنحاوروا ليهم كما كيبان لكم، وهكا كيعطيهم واحد المنظر اللي زويون. وكنرتبهم بهذه الطريقه اللي كتبان لكم. بالنسبه لهاد المنظمه البنات فراني خديته من ايكيا. بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم هكا مساحه ضيقه في الحمامات ديالهم، فممكن انكم تاخذوا بحال هاد المنظمات هادو زوينين صراحه بزاف وتينفعوا. كيف ما شفتوا هانتوما دايره فيهم يعني الطبقات ديال الفوطات ديال اليدين. بعد هذا هاد لي بوكس هادو راه كيتباعوا كذلك في ايكيا. انا خديت في الابيض والكحل على حسب
الحمام ديالي فيه البيض والكحل والكري، ولكن يعني متماشي معاهم صراحه. فيهم عده الوان، نتوما كتختاروا اللون اللي بغيتو. حبيباتي الفيديو ديال اليوم كمل، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اكيد تخليو لي لايك ديالكم الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات، والا بغيتوا ان شاء الله نزيدكم مزيد والمزيد من الحيل وافكار، فما عليكم غير تخليو لي هادشي في لي كومونتير. ومره اخرى كنعاود نرحب بكاع البنات اللي يلاه التحقوا بالقناه جداد، فكنقول لكم مرحبا بكم، وكنقول شكرا 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 بزاف للبنات اللي دائما مسانديني ودائما داعميني. شكرا شكرا، بفضلكم وصلنا ل 10000 ألف مشترك. فهذه بالنسبه لي صراحه حاجه لي كبيره 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 بزاف، وفرحاتني بزاف بزاف بزاف. فلولا التشجيع ديالكم ولولا الدعم ديالكم ودائما يعني مسانديني على الاستمراريه، فما كنتش غنوصل لهذا المستوى اللي وصلت ليه دابا حاليا. الحمد لله، فضل كيرجع الله وكيرجع لكم حتى نتوما. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، نخليكم بخير على خير. باي باي.